كفاح ونضال لأجل البقاء في بيئة لا تصلح حتى للحيوانات. فهل يتمكن هذا الرجل من مواصلة العيش تحت هذه الظروف؟ فلنشاهد. يبدأ الفيلم مع رجل كاف بينما كان يصطاد السمك له ولعائلته، وبينما كان يصطاد يظهر في وجهه تمساح عملاق جدا. ينجو رجل الكهف بأعجوبة من التمساح ويأخذ السمك ويعود به إلى الكهف لكي يطعم أبناءه وعائلته. وبينما هو عائد إلى الكهف يقابل بالصدفة وحشا عملاق، واتضح بعد ذلك أن هذا الوحش هو تنين عملاق. فيختبئ رجل الكهف داخل الشجرة، وبينما كان التنين يبحث عنه كاد أن يأخذ الأسماك التي اصطادها رجل الكهف. قبل أن يأخذ التنين الأسماك يسمع نداء تنين آخر له، فيبتعد عن الشجرة وينجو الرجل من التنين بأعجوبة. يأخذ الرجل السمك ويواصل السير إلى كهفه، وبينما هو يمشي فإذا به يرى آثار أقدام كبيرة في طريقها إلى كهفه، وفجأة يسمع صراخ قوي جدا فيرمي السمك ويهرول مسرعا إلى كهفه. يصل الرجل أخيرا إلى موقع الكهف الخاص به، لكنه يصل متأخرا جدا، وآثار الأقدام التي رآها من قبل كانت للديناصور. وهنا في لحظة حزينة جدا التهم الديناصور زوجة الرجل وأطفاله. انفعل الرجل جدا مما رآه فلم يتمالك أعصابه، وبكل قوة يرمي الرجل الرمح باتجاه الديناصور الذي التهم أولاده وزوجته. يصيب الرجل الديناصور بالرمح، فيتضح من بعد ذلك أن الديناصور لم يكن وحيدا بل كان برفقة إخوته. لكن الرجل لم يستسلم بل هجم بكل شراسة على قضيع الديناصورات، لكن الديناصورات تجمعت عليه، ومجددا ينجو الرجل بأعجوبة حيث أن أم الديناصورات قامت بندائهم فانصرفوا. يعود الرجل إلى الكهف الخاص به وهو متحسر جدا على زوجته وأولاده، وعندما ينظر إلى رسمة كان قد رسمها له هو وزوجته وأولاده فيحزن بشدة ويقوم بمسح الرسمة. حينها قرر رجل الكهف التخلي عن حياته وأن يقفز من فوق تلة جبل عملاق، وبينما هو على وشك السقوط تطلع الشمس فيتخيل له أن زوجته وأولاده في مكان أفضل منه بكثير. وحينها رهم الرجل ألا يستسلم، فقرر أن يواصل العيش ويكافح. يأتي يوم آخر على الرجل فيعود إلى الصيد، وبينما كان يأكل يرى ديناصور وهو يمشي بجواره، فقرر أن يراقبه لكي يعرف مبتغاه. يلحق الرجل بالديناصور فيرى أنه يقوم بصيد السمك ويتجه إلى مكان محدد. يواصل الرجل اللحاق بالديناصور فيتفاجأ أنه كان يجمع الأسماك لأولاده الصغار، فيحزن الرجل مجددا ويتذكر عائلته وكيف كان يقوم بنفس العمل لكي يطعم عائلته. فجأة تأتي من خلف الرجل ديناصورات من نفس فصيلة الديناصورات التي هجمت على عائلته، وتقوم بالهجوم على الديناصور الأخضر وعلى أولاده في مشهد مشابه جدا لما حصل مع الرجل، لكن الديناصور يدافع عن عائلته بكل قوة. وهنا يقرر الرجل أن يدافع على الديناصور الأخضر وعائلته لكي لا يتكرر له نفس المشهد مرتين. يأخذ الرجل صخرة ويقوم بكسر رجل أحد الديناصورات، وبعد هجمات متتالية يقضي عليه. تأتي الديناصورات الصغيرة بعد ذلك لتشكر الرجل بطريقتها الخاصة في مشهد لطيف جدا، لكن الفرحة لم تكتمل حيث أتت الديناصورة الأم لكي تنتقم لأولادها، وقامت بالاتهام صغار الديناصور الأخضر بكل قسوة. يغضب الرجل والديناصور الأخضر ويقرر الهجوم على الديناصورة العملاقة، لكن مستوى القوة متفاوت جدا، لكنهما لم يستسلما ويهجما مجددا على الديناصورة العملاقة. وبعد قتال شرس يستطيع أخيرا الرجل أن يقضي على الديناصورة العملاقة. يعود الديناصور لكي يشتم رائحة أولاده في المكان الذي كانوا ينام عليه وينام عليه هو، وهنا يحزن الرجل ويمضي في طريقه وهو يملأه الحزن. يصل الرجل إلى البحر، وبينما هو يمشي يتفاجأ بسماع خطوات تمشي خلفه. نعم، إنه الديناصور الأخضر كان يلحق به بينما افتقد عائلته. يخاف الرجل ظنا أن الديناصور لحق به لكي يهجم عليه، لكنه يرى في عين الديناصور نظرة حزينة جدا، وبعدها ينام بجواره. وهنا تبدأ صداقة الرجل بالديناصور وتنتهي الحلقة الأولى. تبدأ الحلقة الثانية مع رجل الكهف وهو يلاحق خنزيرا كبيرا جدا، عندما يقوم برمي السهم للإمساك به يأتي الديناصور ويأخذ فريسة رجل الكهف، ولكن الرجل لم يعجبه الأمر. في مشهد آخر كان الرجل والديناصور في مهمة صيد ويستطيعون العثور على خنزير. يستطيع رجل الكهف أن يصطاد الخنزير بنفسه هذه المرة، لكن الديناصور قام بسرقة فريسته مرة أخرى ويرفض أن يشاركه حتى ولو بقطعة صغيرة من الخنزير. يغضب رجل الكهف من الديناصور وينصرف وهو
غاضب جدا ويكتفي بأن يأكل أحد الحشرات. في يوم آخر يصعد رجل الكهف على شجرة للحصول على بعض الفاكهة، ولكن الديناصور يسقطه من فوق الشجرة ويقوم بأخذ الفاكهة التي ارتقدها الرجل. يغضب الرجل غضبا شديدا جدا ويحتدم الشجار بينه هو والديناصور، لكن الرجل في آخر اللحظات يتمالك أعصابه ويقوم بالتراجع عن قتال الديناصور. يعود الديناصور والرجل للكهف وينام الديناصور، ولكن الرجل لم يستطيع النوم بسبب شخير الديناصور، وبينما هو لم يستطيع النوم يتخيل أولاده ويتذكر لحظة القضاء عليهم من قبل الديناصورات. ينام الرجل ويأتي اليوم التالي، وبينما الديناصور والرجل ذاهبون للصيد يلتقيان بغزالة فيسارعون لاصطيادها، لكن الخلاف يبدأ بينهم مجددا ويبدأ شجار بينهما، ولكن هذا الشجار وصل إلى حد القتال بينهما مما أدى إلى انكسار السهم الخاص بالرجل. وبينما هم يتقاتلان تظهر خلفهم فجأة مجموعة كبيرة جدا من الثعابين العملاقة. يتراجع الرجل والديناصور، وبينما هم يهربان يبدأ فيضان كبير يتجه نحوهم، لكن الفيضان يدركهم ويوصل الثعابين إليهم. يبدأ قتال بين الثعابين والرجل والديناصور. بينما هم يتقاتلون ينقذ الديناصور الرجل من الأفعى الكبيرة، لكن هنا يدرك الرجل أنهما على منزلق شلال، فيخطط أن يستخدم الأفعى بطريقة ذكية جدا لكي ينجيا هو والديناصور من الشلال. يستطيعان أن ينجيا لكن لفترة بسيطة فقط بسبب ثقل وزن الديناصور. يسقط الديناصور من الشلال، وهنا يقرر الرجل بكل شجاعة أن يسقط بعد الديناصور بعد أن كان قادرا على النجاة بمفرده، فيصاب بعدة كدمات أفقدته الوعي، لكن الديناصور يقوم بإخراجه من الشلال. وما هي إلا لحظات حتى يصحى الرجل فيرى نفسه ما زال حيا، فيعرف هنا أن الديناصور هو من أنقذه. وفي نفس اللحظة يأتي الديناصور ليطمئن على الرجل وكأنه يعتذر له ويعيد الرمح الخاص به. يأتي اليوم التالي والديناصور والرجل يقومان بملاحقة خنزير، لكن هذه المرة بشكل مختلف لأن الرجل كان يمتضي الديناصور. يقومان باصطياد الخنزير، ولكن الديناصور لم يأكله وحده مثل كل مرة، بل قام بمشاركته مع الرجل، فيما يعكس أنهما بدأ أن يفهما بعضهما. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية من المسلسل وينتهي الجزء الأول من القصة. بعد أن فقد كل من الديناصور والرجل أسرته، تبدأ صداقة غريبة بينهما، ومن هنا تبدأ المغامرة الفعلية لرجل الكهف. ويبدأ الجزء الثاني من الملخص. تبدأ الحلقة الثانية في موسم الشتاء، ويظهر في بداية الحلقة قضيع من الفيلة، ويظهر في مؤخرة الفيلة فيل متعب جدا وقد تغلب عليه المرض، وبسبب مرضه لم يستطيع أن يواصل السير مع بقية عشيرته، وبسبب ذلك تاه بين الجليد. يظهر رجل الكهف من فوق أحد الجبال ويقوم بالهجوم على الفيل التائه، وهنا يظهر الفيل مقاومة شرسة، وبعد لحظات يظهر الديناصور ويقوم هو أيضا بالهجوم على الفيل. يقاوم الفيل لكنه لا يستطيع الصمود طويلا بسبب مرضه فيستسلم مؤخرا، لكن الرجل قبل القضاء على الفيل لاحظ نظرة حزينة على الفيل، وبسبب هذا حتى بعد موت الفيل لم يضاوعه قلبه أن يأكل منه، بل اكتفى بأخذ قطعة من فرو الفيل لكي يتغضى بها، واحتفظ أيضا بناب الفيل لكي يصنع منه سلاح له. يمضي الرجل والديناصور قدما حيث اشتدت عليهم العواصف الثلجية، وبصعوبة نجيا من هذه العواصف. يحل الليل ونرى أن قضيع الفيلة لاحظ اختفاء فرد من عشيرتها، وعند البحث عنه وجدوا أن الفيل قد مات، فقاموا مسرعين بتتبع آثار أقدام الرجل والديناصور. وعندها كان الرجل والديناصور في الكهف، وبينما كان الديناصور يأكل اللحم رفض الرجل أن يأكل منه، وكان يتذكر أيام ما كان يعلم ابنه للصيد، حيث أنهم اصطادوا فريسة وظهرت عليها نظرة مشابهة للنظرة التي كانت على الفيل. ووقتها يتفاجأ الرجل والديناصور باهتزاز الكهف وبدأ تهدمه، فهربوا مسرعين إلى خارج الكهف ليتفاجأوا بوجود قضيع من الفيلة في وجههم. يتخذ الرجل والديناصور وضعية دفاع، ويبدأ قتال شرس بينهم وبين الفيلة. وبعد أن كادت الفيلة تقضي على الرجل والديناصور، يخرج الرجل الناب الخاص بالفيل الذي قام بالاحتفاظ به ويقوم بالتهويش به لإبعاد الفيلة، لكن الفيلة عند رؤيتهم للناب تظهر عليهم نظرة
حزينة جدا ويتوقفون عن القتال. وهنا يفهم الرجل أنهم لم يأتوا لأجل القتال بل جاءوا لاستعادة الناب الخاص بالفيل. ويقوم الرجل بإعطائهم الناب، تأخذ الفيلة الناب وتنصرف في هدوء. وفي اليوم التالي يظهر الفيلة في منطقة يتضح أنها مقبرة خاصة بهم، وعندها يقومون بوضع الناب على أحد الهياكل العظمية. وهنا تنتهي الحلقة الثالثة من المسلسل. تبدأ الحلقة الرابعة بينما كان الرجل يمتدي الديناصور وكان يهربان من قضيع ديناصورات عملاق. تقوم الديناصورات بملاحقة الرجل، وفي لحظة حرجة تسمع الديناصورات صوت مخلوق فتقوم جميعها بالهرب في مشهد مرعب. وهنا يستغرب الرجل والديناصور ويقرران الاستعلام عن مصدر هذا الصوت. وبينما كان في طريقهما للبحث عن مصدر الصوت يجدان صخرة عملاقة وكان مرسوم عليها صور لجماجم، فيبدأ الرعب الحقيقي له. يواصلان البحث وهنا يريان قرد وهو يحمل خنزيرا أكبر من وزنه، وبسبب ثقل الوزن يسقط الخنزير من فوق ظهر القرد وتنكسر رجل القرد. وهنا ينادي القرد أبناء عشيرته لطلب المساعدة ويهب أحد القرود للمساعدة. وعندما يصل القرد الثاني إلى موقع الخنزير يأتي تنين ويقوم بالتقاط القرد. وهنا كان الرجل يراقب كل شيء، وبعد أن غادر القرود الكهف الخاص بهم يدخل الرجل إليه ليطلع إذا كان يستطيع أن يعرف ما هو سبب ما رآه مسبقا. بينما كان يستطلع يظهر في وجهه تنين عملاق مشابه للتنين الذي قام باختطاف القرد. يقوم الرجل بمقاتلة التنين، وهنا تأتي عدة تنانين أخرى لكن الرجل لم يستطيع مقاومتها جميعا فقامت باختطافه والذهاب به إلى مكان بعيد. يلحق الديناصور بالرجل والتنانين فيرى أنهم وضعوه على كهف مرتفع جدا، ولكنه يحاول الصعود إلى الكهف لإنقاذه. وبعد عدة محاولات يفشل الديناصور في الصعود. وهنا تأتي عدة تنانين للهجوم على الديناصور ويقومون باختطافه أيضا ووضعه في الكهف الذي أدخلوا إليه الرجل. يقوم الديناصور باستكشاف الكهف فيرى نسيج عناكب في الجوار، وما هي إلا لحظات حتى تظهر في وجه الديناصور عنكبوت عملاقة جدا. يكافح الديناصور العنكبوت لكنه لا يستطيع بسبب كبر حجمها، ولكنه استطاع أن يعرف موقع الرجل وقام بإخراجه بعدما كان يحبسه العنكبوت. يسيطر العنكبوت على الديناصور لكن الرجل يخرج ويقوم بالتقاط قطعة عظام من الأرض ويقوم بغرسها في رأس العنكبوت لينقذ الديناصور. يموت العنكبوت وينجيان الرجل والديناصور، لكن تواجههم مشكلة أخرى وهي كيفية النزول من فوق الكهف المرتفع جدا. لكن الرجل يستخدم ذكاءه ويخرج شبك العنكبوت ويقوم باستخدامه للنزول هو والديناصور من فوق الكهف. تظهر التنانين وتعرف ما حصل للعنكبوت فتقرر الانتقام من الرجل والديناصور وتقوم باللحاق بهما، لكن الرجل يعود لالتقاط الرمح الخاص به. وبعد قتال طويل يستطيع التخلص من التنانين وأن يجعلها تفر منه. وهنا تطلع الشمس وتنتهي الحلقة الرابعة من المسلسل، وبهذا ينتهي الجزء الثاني من الملخص، فانتظرونا في ملخصات قادمة. تبدأ الحلقة الخامسة بينما الديناصور والرجل يبحثان عن فريسة لهما في الغابة، وبينما هم يمشون يستريحان قليلا بجانب أحد الأنهار ويقوما بأكل بعض الأسماك. وهنا يقومان بضبع آثار أيديهما على تربة البحر، ولكن فجأة يخرج من تحت أثر يد الديناصور شيء صغير جدا فإذا بها حشرة تشبه الثعابين التي هاجمت الرجل والديناصور مسبقا، فيخاف منها الديناصور. وبعد تعب استطاع الرجل تهدئة الديناصور وقنعه أن الحشرة غير مؤذية. يسبح الرجل قليلا لكنه يستشعر نشاطا غريبا في الغابة فيقوم بالبحث في الغابة ليعلم مصدر هذا النشاط الذي حس به، ولكن فجأة يغمى على الرجل وعندما يستيقظ يرى نفسه معلقا هو والديناصور على حبال في قمة جبل، ويرى حوله الكثير من القرود. ويظهر قرد بعصا ويبدو أنه قائد القرود، ويأمر قائد القرود بعض القرود أن تتقاتل فيما بينها حتى الموت في مشهد مشابه لقتالات الكولوسيوم. هنا يستغرب الرجل عن العادة التي تعملها القرود وأنهم يقتتلون فيما بينهم. تفوز أحد القرود بالنزال، وهنا يأتي زعيم القردة ويقوم بإسقائه قدرة من ترياق غريب قام بتحويل هذا القرد إلى وحش هائج، وكان خصم القرد في هذا النزال هو الديناصور. يبدأ القتال بين الديناصور والقرد، ولكن مستوى القرد بعد شربه للترياق أقوى كليا من الديناصور. يخاف الرجل على الديناصور ويحاول أن يفك نفسه ليساعد الديناصور، وبعد جهد كبير يستطيع أن يفك نفسه ويذهب مباشرة إلى القائد ويقوم
فيقوم بالتخلص منه ويذهب مباشرة إلى ذلك الترياق ويقوم بشربه كاملا. يتحول الرجل إلى وحش هائج ويتوجه مباشرة إلى القرد العملاق ويقوم بالتخلص منه وإنقاذ الديناصور في آخر لحظة. تبدأ القرود في الهجوم على الرجل، لكن الرجل يتخلص منها جميعا بسبب قوته بعد شرب الترياق. يعود الرجل إلى طبيعته ويذهب مباشرة إلى الديناصور للإطمئنان عليه، لكن الديناصور لا يستجيب له وحالته يرثى لها. وهنا تنتهي الحلقة الخامسة من المسلسل. تبدأ الحلقة السادسة وما زال الرجل واقفا بجانب الديناصور منتظرا منه أن يستعيد وعيه. يكتشف الرجل وجود ماء ويقوم بإسقاء الديناصور القليل منه. هنا يستعيد الديناصور وعيه ولكنه في حالة يرثى لها ولا يستطيع التحرك من مكانه أبدا. يفرح الرجل ويقوم بإعداد خلطة من التراب والماء لكي يسد بها جراح الديناصور، ولكن هنا تظهر مجموعة من الطيور العملاقة وتقوم بأكل لحم القرود. وهنا يخاف الرجل على الديناصور من الطيور. وهنا تخطر فكرة على رأس الرجل بأن يصنع نقالة بدائية لكي ينقل الديناصور من مكانه الحالي إلى مكان آخر. وفعلا يقوم الرجل بصنع نقالة ويقوم بوضع الديناصور عليها وينقله إلى مكان آمن ويخيم أمام نهر لأن الرجل تعب جدا. اليوم التالي يواصل الرجل جر الديناصور لكي يجد مكانا أكثر أمانا يقضي فيه فترة مرض الديناصور. يصل الرجل والديناصور إلى أحد الكهوف، وهنا تظهر ضباع ويظهر عليها أنها تخضد لشيء ما. يحل الليل وتهجم مجموعة من الحشرات على الرجل والديناصور، وبعد جهد يتخلص الرجل من الحشرات ويقوم بطبخ بعضها ويعطيها للديناصور لكي يأكلها. يحل الصباح ويخرج الرجل من الكهف لكي يأتي ببعض الطعام والماء. عندما يعود الرجل إلى الكهف يقوم بسد بوابة الكهف ببعض الصخور لكي يأمن على نفسه وعلى الديناصور في الليل من هجوم الحيوانات والحشرات. يحل موعد الغروب وهنا تهجم الضباع التي رأيناها مسبقا على الكهف، فلم يصبر الرجل على إزعاجها ويقوم بتهدئة الديناصور ويخرج هو لمقاتلتها. وبينما هو يقوم بمقاتلتها فإذا به يرى الديناصور يخرج من الكهف رغم مرضه ويقوم بمقاتلة الذئاب معه. وهنا ينتصر الرجل والديناصور على جميع الضباع وتنتهي الحلقة السادسة من المسلسل. تبدأ الحلقة السابعة بينما كانت الديناصورات العملاقة تأكل، وكان أحد الديناصورات الصغيرة مصاب بمرض خطير، وكان الديناصور الصغير هائج جدا وكان يتحرك لا إراديا، فذهب إلى أحد الديناصورات العملاقة وقام بعضه ثم مات من بعد ذلك. يمشي الديناصور العملاق وهو لا يبالي بشأن العضة، وما هي إلا دقائق معدودة حتى ينتقل المرض إليه، فيذهب الديناصور العملاق مباشرة للشرب من النهر، لكن بعد شرب كثير قام بإخراج كل الماء الذي شرب وكذلك أخرج كل الدم الذي في جسمه. يمرض الديناصور العملاق أكثر وأكثر، وهنا يبدأ بمهاجمة جميع الديناصورات التي من نفس جنسه فيقضي عليها جميعا ويقوم بفكس البيض. ينام الديناصور العملاق وهنا يظهر رجل الكهف والديناصور الخاص به في موقع الكارثة التي حدثت، وينظرون إلى الديناصورات الكبيرة ميتة وهم مستغربون ويتساءلون من فعل كل هذا. لكن الديناصور العملاق يظهر فجأة من خلف الرجل والديناصور الأخضر ويبدأ في مطاردتهما. وبعد مطاردة طويلة يستطيع الرجل والديناصور الأخضر إيجاد كهف للاختباء فيه. يحل الليل وبينما هم نائمين يحلم الرجل بكابوس وأن المرض الذي كان في الديناصور المريض انتقل إليه هو والديناصور الخاص به، فينهض من النوم مباشرة ويستيقظ الديناصور الخاص به ويخرجون من الكهف فيرون الديناصور المريض نائم، فيقرران وقتها أن يهربون بينما هو نائم. لكن الديناصور المريض يستيقظ فجأة ويبدأ مجددا بملاحقة الرجل وديناصوره. تبدأ المطاردة ويصل الجميع إلى منطقة حمم بركانية، ويعلق الديناصور العملاق في أحد هذه البراكين، وبينما هو لم يستطيع الخروج من البركان ينفجر البركان ويقوم بحرقه، وكأن البركان يخلصه من معاناته في مشهد حزين جدا. وكان الرجل والديناصور الأخضر يشاهدان المنظر وهما حزينان جدا. وهنا تنتهي الحلقة السابعة من المسلسل وتنتهي الحلقة الثالثة من الملخص.
تبدأ الحلقة الثامنة بينما كان الرجل والديناصور يتمشيا في الغابة ليلا، ولكنهما يريان ضوءا أخضر غريب جدا في طريقهما، فيقرران أن يستكشفا مصدر هذا الصوت. وعندما يقتربان من مصدر هذا الصوت يريان مشهدا غريبا جدا، وهو لرجل معلق بين صخرتين ومربوط بحبال قوية، وتوجد حوله كائنات غريبة ومخيفة تشبه إلى حد ما الساحرات ولكنها بقرون. وكان مصدر الضوء الأخضر هي نيران غريبة أشعلتها هذه الساحرات تحت الرجل المربوط بين الصخرتين. وبينما يتألم الرجل تضحك الساحرات ضحكة غريبة ومخيفة وكأنها تستدعي مخلوقا ما. وبالفعل كانت الساحرات تستدعي تنينا وعلى ظهره امرأة غريبة جدا، ويبدو أنها زعيمة للساحرات. وما كان الرجل المعلق على الصخرة إلا قربانا إلى هذه المرأة من طرف الساحرات. تنزل المرأة الغريبة من ظهر التنين وتتجه مباشرة نحو النار الغريبة، فتندمج النار مع جسم المرأة ويكونان مخلوق مخيف جدا أشبه بالظلال ويمتلك عينا واحدة. تتجه المرأة بعد أن تحولت مباشرة إلى ناحية الرجل المعلق وتقوم بنفخ بعض النار الخضراء إلى داخل فم الرجل. يتجمع النار الذي في جسم الرجل إلى معدته، وبعد ذلك يتحول النار إلى شكل ثعبان ويخرج من جسمه. وعندما خرج النار من جسم الرجل تحول إلى هيكل عظمي. يتجه النار بناحية المرأة ويدخل مباشرة إلى بطنها، وهنا نرى أن النار تحولت إلى جنين في بطن المرأة التي بهيئة الظل، ثم إلى رضيع في يدها. وكل هذا كان يحدث والرجل والديناصور كانا يراقبا كل المشهد. تكتشف المرأة وجود الرجل والديناصور وتغضب بشدة وتأمر كل الساحرات أن يلاحقن الرجل والديناصور. يقاوم الرجل والديناصور الساحرات لكن دون جدوى، فما هي إلا لحظات حتى سيطرت إحدى الساحرات على الديناصور بينما قامت الأخرى بالقبض على الرجل. يأتي اليوم التالي والرجل كان مربوطا في موقع القربان الذي مات ليلة أمس. عندما كان يفكر بالديناصور يظهر أمامه الديناصور، وكانت تنتظيه إحدى الساحرات، وكان في عين الديناصور ضوء أخضر مما يدل أنه يتم التلاعب به. فيصرخ الرجل بشدة لعل الديناصور يرجع إلى رشده لكن دون جدوى. تدخل الساحرة إلى ذكريات الديناصور وترى واقعه المؤلم وكيف أنه فقد أطفاله، فتحزن عليه بشدة وتعود من ذكرياته وهي حزينة. وعندها تقوم بضم الديناصور وتذهب مباشرة إلى الرجل، وتقوم أيضا بالدخول إلى ذكرياته وتشاهد ذكرياته المؤلمة كذلك، وترى مشهد فقد الرجل لأطفاله فتحزن عليه أيضا، لكنها لم تفعل شيء حيال ذلك. وأخذت الضلاء الذي دهن على الرجل الذي قدم قربانا في بداية الحلقة وتقوم بدهن رجل الكهف بنفس هذا الضلاء. يأتي الليل ويتكرر نفس المشهد الذي حدث في بداية الحلقة، وتأتي القائدة لكي تأخذ الرجل كقربان، لكن يحصل شيء غير المتوقع. فتلك المرأة التي رأت ذكريات الرجل والديناصور قامت بمهاجمة التنين الخاص بزعيمة الساحرات، وقامت بإنقاذ الرجل والديناصور من هذا الموقف وضحية بحياتها. ووقتها عاد الديناصور إلى طبيعته، وانتهت الحلقة الثامنة من المسلسل. تبدأ الحلقة التاسعة بينما كان أحد الأسود العملاقة يتجول في الغابة، وكان الرجل والديناصور أيضا يخيمون في الغابة. وعندما يعلم الأسد بوجود الرجل يكاد أن يهجم عليهما، ولكن الرجل تصدى له، وبعد أن تصدى له ينام هو والديناصور. ويحل اليوم الثاني وبينما الرجل والديناصور يتجولان في الغابة يريا جثة الأسد الذي كاد أن يهجم عليهما ليلة البارحة، فيخافا ويتساءل من فعل هذا بالأسد. وبعدها يواصلان المشي في الغابة. ويأتي الليل وهنا يلاحظ الرجل نشاطا غريبا مجددا، حيث أن الديناصورات كانت تهرب من الغابة بشكل غريب، فيفز من الخوف ويلوح بحربته، لكن الديناصور قام بتهدئته ومرت الليلة بسلام. وعندما يأتي اليوم التالي ينظر الرجل إلى غربان كثيرة في السماء متجمعة في منطقة معينة، فصعد الرجل على شجرة ليرى لماذا تتجمع الغربان، فوجد أن هناك دم كثير في هذه المنطقة وهو ما جعل الغربان تتجمع. تحل عاصفة وينجو الرجل والديناصور منها بأعجوبة، ويحل الليل مجددا. فعندما يخيم الرجل والديناصور تنطفئ النار عليهم، وهنا يبدأ هجوم عليهما ولكن من شيء خفي، وكان هذا الشيء قوي جدا حيث كان يستطيع تكسير الأشجار في ثواني. وهنا تشتعل النار فجأة من قوة الاحتكاك، ويهرب المخلوق الغامض، فيعلم الرجل أنه يخاف من النار ويقوم بإشعال الغابة كاملة. وفعلا تنجح خطة إحراق الغابة ويحرق هذا المخلوق، ويتضح لنا في الآخر أنه ديناصور ولكن بسرعة خارقة. وهنا تنتهي الحلقة التاسعة من المسلسل.
تبدأ الحلقة العاشرة والأخيرة بينما كان الرجل يصطاد السمك كعادته في الشاطئ، لكن هذه المرة يطلع في وجهه شيء مختلف عن المعتاد. نعم، إنها بشرية مقيدة بالسلاسل والأغلال، وكان يبدو عليها أنها تتهرب من شيء ما، وكان الشيء التي تهرب منه تمساح عملاق. وقام التمساح بمواجهة الديناصور، لكن الرجل يتجاهله ويقرر اللحاق بالبشرية. يستطيع الرجل إيقاف البشرية ويجد أنها مسالمة، يقوم بإشعال النار لها لتدفى، وهنا تطمئن البشرية قليلا وينام الرجل والديناصور بقربها، وهنا تطمئن البشرية أكثر وتظهر وهي تؤدي طقوس عبادية غريبة ثم تنام. يأتي اليوم التالي ويغادر الرجل والديناصور، لكن المرأة تلحق بهما، تهجم ذبابة عملاقة على البشرية، لكن الديناصور يخلصها منها. ويأتي الليل ويظهر أن البشرية بدأت تتأقلم مع الوضع، وكانت تأكل اللحم مع الرجل والديناصور، لكنها كانت تبدو أنها متحضرة قليلا، فلم تأكل اللحم ني، بل قامت بجمع بعض الخضار وقامت بطبخه، وبعد الأكل نام الجميع. يأتي اليوم الثاني ويقوم الرجل بالتخلص من القيود التي كانت على المرأة. تفرح المرأة وتنهض، تشير إلى نفسها وتحكي أول كلمة في المسلسل وهي ميرا. وهنا يتضح أن المرأة تتكلم واسمها ميرا. تحكي المرأة قصتها للرجل عن طريق الرسوم، وقالت أنها كانت عائشة في أمان مع عائلتها، ولكن فجأة يهجم عليهم مجموعة من الناس وجعلوهم عبيدا لكي يبيعوهم مقابل البضائع، لكنها استطاعت أن تهرب ووصلت إليه. لم يفهم الرجل كثيرا، وهنا ينتهي اليوم. ويأتي اليوم الثاني وبينما تهجم القرود على الرجل والديناصور يسمع صراخ ميرا، ويرى أنها قد خطفت من قبل الجماعة التي تكلمت عنها، ويرى شعار هذه الجماعة وهو نفس الشعار التي رسمته ميرا له، فينطق الرجل لأول مرة باسم ميرا، ويبدو أنه يعزم بقوة أن ينقذها. وهنا تنتهي الحلقة العاشرة والأخيرة للجزء الأول من المسلسل، وتنتهي الحلقة الرابعة من الملخص. انتظرونا قريبا في الموسم الثاني. وداعا إلى اللقاء في موعد جديد يطيب فيه اللقاء وتحلو المواعيد. سأودعك